بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المجلس رقم 14 من مجالس علم الفرائض. شرحنا في المجلس السابق موضوع التأصيل، أي تأصيل المسائل. مثلا درسني عندنا خدمة تأصيل المسائل، معناه أمكد نسفغ أصول المسائل سر نحل المسائل الميراثية باش من كل الوارث أذيوي أم موريس على حساب تشرعيت، على حساب الشريعة الإسلامية. بعد من سنة كأصحاب الفروض نغار ثنياك ونغار العصبات نغار ذوي الأرحام أسيدي. من بعد درسني عدان نخدم التأصيل. ند التأصيل كيف يكون؟ أولا، إذا كان الورثة عصبات، ألف عصبة بالنفس، عصبات بالنفس، ب عصبات بالغير، ألف ميل عصبات بالنفس. إذا كان الورثة عصبات بالنفس أو عصبة بالنفس فأصل المسألة هو عدد الرؤوس. ما يموثيون إيجاد 4 وراويس الراشة مش تقشيشين الراش. ذا شو أصل المسألة؟ ديفيزي بار 4. أما تسمورث ديفيزي بار 4 على 4. ما تزمورث تزمرين كيف كيف، ما ديدير من كيف كيف يسهل. إما يموثيوني جاد 5 بوث مثني شقيقا فقط. أيضا أصل المسألة 5 عدد الرؤوس. با إما إلا عصبة بالغير، وكي ذي لا ترمينولوجي ديال المصطلح العصبة بالغير ذي يسد القرآن مدينا ربي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا كاع عصبة بالغير شو المعنى؟ أذيلين ورش ودين تقشيشين، يا إما الدريا يموثيون إيجاد سين ورش أو 3 تقشيشين. ما هو أصل المسألة؟ 2 فوا 2 4 بلس 3 صافي 7. سين وراش أو 3 تقشيشين، ابنان و3 بنات، تضعيف رؤوس الابنين. خاطر بين للذكر مثل حظ الأنثيين وغن 4 أرنو 3 صافي 7. وكيما قرن عصبة بالغير. أما ذا الدريا، أما ذا 8 شقيقا، أما أكتي 8 شقيقين، أما ذا 8 سباباس أكتي 8 سباباس. في كذا مرة نشرحي ثنتيد نفهمي ثنت ثدس تفرز. من بعد نناد ثانيا ما إلا لأن أصحاب الفروض، أصحاب الفروض وجد يسند ديال القرآن. أما كان ديال الآية 12 والآية 13 أما كنا نشرح ديال القرآن الكريم عند إلا السدس، ان سيزيام، الثمن، ان ويتيام، الربع، ان كار، وكذا كيما قال أصحاب الفروض. ما إلا يون كان يوني قلان. أصل المسألة ذا شوف هو مقام صاحب الفرض. يسهل إذا سلم أمان إلى يون ما إلا الأنكار ضربعا إذ أصل المسألة. ما إلا ذا 6 ان سيزيام 6 أصل المسألة. ما إلا ذا الثلثان الثلث انتيير 3 أصل المسألة. مقام صاحب الفرض الوحيد هو أصل للمسألة كما شرحنا. إما إلا تعدد أصحاب الفروض، إلا ان ويتيام، إلا ان سيزيام، إلا ان كار، إلا ان تير. ذاكي نسعى 3 طرق، 2 ميثود، طريقتان. إذا تعدد أصحاب الفروض ولو وجد معهم طبعا أصحاب يعني العصبات، ذاكي ذا شريلين. هناك طريقتان. الطريقة الأولى تقسيم الفروض المقدرة إلى نوعين. الطريقة الثانية إعمال العلاقات. العلاقات 4: علاقة التماثل، علاقة التباين، علاقة التداخل، علاقة التوافق. نسعى طريقتان. الطريقة الأولى ند أنفضوا أصحاب الفروض سن صناف. إلا صنف مزوارو ذا شوث الثمن
ضعفها الربع، ضعف ضعفها النصف. ان huitième، ان كار، ان دومي. نغاس نقلب اديني النصف ان دومي، نصفه الربع، نصف نصفه الثمن، ان huitième. نفرات. النوع الثاني إذا قاس نفضل النوع الثاني الصنف والسين، الثلثان دو تير، نصفها الثلث، نصف نصفها السدس. ثقي طريقة التدلي ذي المصطلح، طريقة التدلي. لا طريقة الترقي. أدنيني السدس ضعفها الثلث ان تير، ضعف ضعفها دو تير يعني الثلثان. فقيت الطريقة مزوالوث. ولكن نفكد قواعد إذا اجتمع النصف من النوع الأول مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 6، وإذا اجتمع الربع من النوع الأول مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 12، وإذا اجتمع الثمن من النوع الأول مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 24. هذا متفرع في الدست فرز. في الطريقة النظام لا شوت طريقة العلاقات. العلاقات كانت 4 في كانت نحويج. أنت نحويج أغدف كنت الجواب ياك لي بروبابيليتي دو موند ياك. إذن سادتي الأفاضل، طريقة الثانية هي طريقة إعمال العلاقات. في علاقة التماثل يعني التشابه بين المقامات. نشرح يسيد شرحناها. هناك علاقة التداخل. علاقة التماثل تقتضي أخذ أحد العددين كأصل المسألة، بسيطة سهل. علاقة التداخل مع صف مثلا 4 أو 8 مثلا، نغصف 3 أو 6 يولدك شم دقوايض أنت قري صافي أمقرني زنسيد أصل المسألة. كي يكون مثلا ان تيير اكل ان سيزيام، الستة خاطر الستة مقرطة في 3 تكشم دي 6 أكبر العددين. 2 أكل 8 ان دومي ان huitième كيف 2 تكشم دي 8 صافي أصل المسألة 8. يلا ثقي علاقة التداخل. ثلا علاقة التباين. علاقة التباين معناتها يون عدد زوجي ويض عدد فردي. أدير مثلا انكار انتيير 4 أكل 3 ويون عدد شفع يون عدد ويتر. يمكن نظل الشفع الوتر شفع الوتر عدد شفع معناه عدد زوجي صح، وعدد فردي صافي انتير اكذ انكار 4 اكذ 3 ماشي تسفخ 4 الزمرات تفضو في مانيس والزمرات تفضو في 3 دفا 0.3 تفضو في مانيس والزمرات تفضو في 4 دفا 0.. لا 4 ولكن 3 ديفيزي بار 4 سي 0.. صافي يقول لك اذا كان عدد زوجي وعدد فردي العلاقه بينهما علاقه تباين. ما هو اصل المساله؟ ضرب هذا في هذا 4 فوا 3 فوا 12 المسفى صاحب. في علاقه التوافق. علاقه التوافق عدد زوجي ماشي فردي زوجي، لا زوجي. مثلا 8 أكل 6 ان huitième et un sixième افاس زير تابوث وزمادي 8 فوا 6 كي سي فو نو زمي ضرا ادينيض 8 عدد زوجي 6 عدد زوجي دا شو ثني الشركين عدد مشطوح قانص الوفق دو ادينيض 8 ديفيزي بار 2 égale 4 fois 6 24 non 6 divisé par 2 égale 3 fois 8 égale 24. معناه مقام الكسر الأول يقسم على الوفق وهو 2
الناتج وهو 4 يضرب في مقام الأصل الكسر الثاني، يعني 4 في 6 يساوي 24، 24 أو مقام الكسر الثاني اللي هو 6 مقسوم على الوفق وهو 3، الناتج يضرب في مقام الكسر الأول، 3 في 8 يساوي 24، النتيجة هي المؤدى هو. نخدم لا ريفيزيون مراجعة، يلا ثورة نروح تطبيقات. إذا اليوم نلتقي مع المجلس رقم 14. عنوان مجلس اليوم مسائل تطبيقية. نعطيه مسائل تطبيقية. مثال: مات شخص عن المثال الأول، مات عن اختصار زوجة أم بنت، يكفي هذا. زوجة أم بنت، إيجاد ثمطوثيس أكد يماس توجور نتسا، أكد يليس نتسا بنيموس. الزوجة كم ترث؟ الثمن. هذا مكانيس. نديروا هذا التصميم هذا باش نعرفوا وين نحطوا الورثة، وين نحطوا الأنصبة، وين نحطوا أصل المسألة، وين نحطوا السهم الورثة، ما إلا فيه تصحيحا بعد كما سنشرح وندرس أيضا وين نحطوا تصحيح إلى آخره. يوث الزوجة ترث الثمن. طبعا التعليل لوجود الفرع الوارث. أنا أرجو من السادة الموثقين والسادة المفتين تعليل الأنصبة مع بيان العمليات التي يقومون بها للوصول إلى النتيجة وتحرير الفريضة. استقبالي السيريما أمذ المفتين أمذ لي نوتير إلى قد فكنن لي ديتاي أديفك بوركوا ياك لي زوبيراسيون لي زيتاب يقلان لانت أطاس إلى قد تيدي شرحك باش الورثة نغ القاضي نغ المحامي نغ كذا يغرن هذه يفهم ياك لي زيتاب خاطر يزمل فيه يدفتر كان النتيجة كيديني أصل المسألة أصلها 360 عند الزريض شو يصون 360 والاكسبير ماشي شغليس الاكسبير هذا يطبق الاكسبير فونسي اشياء النيه كوثي طبقنا ما سمور ثم كذا الزمور الى اخره. ماذا الاكسبير لي فينونس لا كيف شحال مليون اني قلال راك يفضوا يطبق الفريضه مي دقيق لا وغفل يزمد لي الغلطه وسنت فقره. هذا امل نسال الله ان يتحقق. الزوجه اذن ترث الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث خطر لا البنت. الأم ترث السدس انسيزيام، هذا 1/6. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث باسكو ثلا البنت ولا يموتني جدي الليس لأن 9 السدس. لماذا؟ لأن الأم ترث السدس في صورتين: الأولى عند وجود الفرع الوارث مطلقا للمورث، الثانية عند وجود جمع من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو شقيقات أو لأب أو لأم، سواء كان يعني هكذا يعني فرادى أو كانوا مختلطين، سواء كانوا من نوع واحد أو مختلطين. مثل شقيقان نغص باس نغص يماس
ما إلا أكثر من سين تساوي سيزيام السدس. البنت كم ترث؟ النصف. صحيتوا بارك الله فيكم، النصف. لماذا؟ لانفرادها وحسيت الله وعدم وجود عاصب. ورسالة جماس لو كان إلا جماس ماشا كثاوي تغاتك شميدس انت تساوي نفس نجماس. كهذه اللي جماس صافي ديفيزي بار 3 نتسالسين درنا ياسيو صافي 3 هكا. هات تنفرسيد ثورة يلا فهاد نسفغ أصل المسألة. أنواع العلاقة إلى يرثين كل 6 هات 2 أكل 6 هي علاقة تداخل. 2 تنتقر تكشم ذي 6 صافي نكون نطف 6 6 خدمة ساكن. ولذا العلاقة يرثنين كل 8 كيف 2 تكشم ذي 8 صافي نطف 8 نكون صافي قولنا غيد 8 غاكون 6. ذا شو العلاقة قلنا لي جالسن توافق. صافي العلاقة التوافق. علاقة التوافق صافي كيف يزيد نسفغ أنطف 8 ياكي 8 ديفيزي بار اللي وفق ليه هو 2 يساوي 4 في فوا 6 في 6 يساوي 24. نغ 6 ديفيزي بار 2 يساوي 3 في 8 يساوي 24. المستفهم؟ تكشم داين ثورة صافي أصل المسألة ما هو 24. هاثا 24 قد ميثيد كان أو يثيد سرسيث ذا شوف هذا أصل المسألة اختصارا كتباس ألف ميم. نكوين نغرى أصول المسائل أصل المسألة ألف ميم. نمسفهم نكوني باللي ألف ميم المراد بها اختصار لأصل المسألة. نشوف غيثيت ثورة ليتاب الجاية المرحلة القادمة استخراج الأسهم الورثة من أصل المسألة بلا فاصلة أو كسر. ليش لا فيرغول ليش والو. يلا ثمن 24 224 شحال 3 هاثا ومكانيس ما شاء الله. وكذا مكانيس ما تخمض طابلو ياكي يسهلاك مو تخدم دارك يوعر سيو ما تولفظ مليح يغال مخيك لوجيسيال يجهد مليح مولاش لا سيدكم كانيس توالات سي كلير واضح يا اخي واضح الله يبارك. ان سيزيام 24 السدس 24 شحال 4 يعني خاطر 24 فوا 1 ديفيزي بار 6 بقيت معنا يس 24 في 1 مقسوم على 6 يساوي 4 ها 2 4 ما شاء الله. ان دومين 24 نصف 24 صحيت بارك الله فيكم 12 3 زائد 4 زائد 12 فرنسا وفور 5 كان دا روحت لو كذا كينيغ 5 كي باش تنتفضض إلا قصوا لوجيسيال فور مليح أتخمض العلاقة يلان ير النصف فوق السدس يسيناكي كواث نترضه الزوجانو تبعد نكسيت أي غرس نكس إلا السر علم الميراث يسعى أسرار من ما نشرح الأسرار ماشي ثورة أنا ما نغرى كلش أكون ضروري فهم مرولو كي نغرى الأسرار أنت تصرف الأسرار هي العقل يوث صافي ثورة كينيغ 5 فضيثنت في البنت أكد الثمن أكد ذي الأم
مي اطفون كونسيديراسيون العلاقه نير ان دومي يكون ان سيزيام. فهمين السؤال الخطير؟ البنت هذاكي فقششت ذاكي ديماس فقششت شحال الساعه 1 دومي يماس شحال الساعه 1 سيزيام قرند خمسة فضويا سنت خمسة دون مانيير اتفضون كونسيديراسيون لا ديفيرونس ير ان دومي ان سيزيام. صافي المهم خمسة دي قران خمسة دي قران. لو نعطيكم واحد الحل، لو كان ذاك انتيير قلان انتيير ان سيزيام يسهل خاطر لو ان سيزيام دوبل ديفرانتيير. ما لو فان 6 يكزادن 6 امشي نفضو 6 يكزادن في ثاني ساعه انتيير او ثاني ساعه ان سيزيام يسهل ولا يسهل؟ لا صافي يساوي 4 يساوي 6 خاطر ثاني بوين انتيير صافي تبوي دوبل ان سيزيام بلس ان سيزيام يقال انتيير. نمسفهم مين كي يكون دبير لو ان سيزيام وكل ان دومي ماشي تلقيو لا فامي ماشي من فامي تسلم يكون دنيا غاكني النوع الاول وكذا النوع الثاني. المساله تحتاج الى حل. طريقه اللي دارها الاستاذ جزاك الله خير يعني رياضيا سليمه، ولكن لانت بعض الاخطاء ذيك لا ميثود تقرز مي الى وين داك يروح الحساب هيدي في ناس ماشي ساقي خاطر كان حل ثاقي نوض العشاء ونكمل رثيه نكفر ساقي في غير المخنون ينتبه لشو غيتراجل او ميم طون ثوره ونتحاسب شفوت كان باللي نسعى مشكل سيتادير 24 ذاكي 19 في كل نسعى مشكل نظن ان في العدد ذاكي اكثر من ذاكي 24 ذاكي انا 27 في كل 9 سوا ذاكي 24 ذاكي 24. المسائل لم 3 انواع، هناك مساله عادله، هناك مساله عائله، هناك مساله رديه. ثقي مساله رديه 9 طرق في علم الفرائض في علم الفرائض لن طرق باش نوصل لا سوليسيون سهله. هناك طرق رياضيه صافي انطف لي دو ميثود علم الفرائض وعلم الرياضيات والنتيجه هي من بعد كنوي فين يفغن في الاول تفطت خاطر كل يوم شو يكزمر ينغي يحمل اثيسين. معليش هذه سياتي بيانها. هذا نعطي مسائل اخرى ان شاء الله، وهذه المساله سنحلها ان شاء الله في الوقت المناسب. مساله 2 ماتت عن سؤال ثلاثي مثل زوج بنت ابن أخ شقيق. هذا ثكي ثم تمطوث في جدار قازيس باش دايما دار قازيس تمثاثنا في جدار قازيس تجد يليس نتساث في جد يليس نميس بنت ابن في جد جماس شقيق نتساثة وقيد الوراثة تورا نفضو نخدم الأنصبة أكنيث نغرى نوزع الأنصبة كما درسناه. الزوج كم يرث؟ أنكر الربع. بارك الله فيكم. هذا الربع لوجود الفرع الوارث البنت وبنت الابن. البنت كم ترث؟ سهلة النصف اندمي النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب أو معصب. بنت الابن يلي سنميس كم ترث؟ السدس. لماذا السدس؟ السدس تكملة للثلثين. هذه اللي حليناها
بالمعادلات ذات المجهول الواحد عند شرحنا لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك دوتير وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية ذكرت الثلثين، يعني الآية ثنات دوتير هكا ثناد ان دومي. ذا شارع نرنو ذاكي باش ناو دوتير. إذا قال نرنو حاجة القرآن يبذل كان وكذوا ميا يمكن بضان سيزيام القرآن هي دينا راه نكوني سفرتيد عن طريق الرياضيات ميم ثقي في غير واتي شرحا سيتادير بلغة أخرى أكاي ان دومي بلوس إيغال دو تير ثقي ورد ديكال سيدي الشرح ثقي معاداة تمشوا ثقي السين. القرآن هذا مكان أكيد لنا فإن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك دوتير وإن كانت واحدة فلها النصف. يلا إيه هي ان سيزيام معلش يلا أخاطر ما نخدم ان سيزيام هذا نخدم ان دومي زائد ان سيزيام يساوي توحيد المقامات 6 مقسوم على 2 يساوي كم؟ 3 في 1 3 زائد 6 مقسوم على 6 يساوي 1 1 في 1 يساوي 1 صافي 4 6. الاختزال أيوة واقي مقسوم على 2 يساوي 2 واقي مقسوم على 2 يساوي 3. ثورة سهلة مي لا تفهم هذه الآية إلا بإجراء المعادلة ذات المجهول الواحد. ثورة نكمل المسألة للناد ما هو أصل المسألة ذاكي؟ مازال بنت الابن كم ترث؟ السدس. بارك الله فيكم. هذا والأخ الشقيق عاصب عين الباقي تعصيبا. ما هو أصل المسألة هنا؟ 12 بتطبيق الطريقة الأولى طريقة النوعين إذا اجتمع الربع مع كل أو بعض النوع الثاني فإن أصل المسألة 12. نغبي تطبيق العلاقات. ذا شو العلاقة نطبق ذاكي؟ هي علاقة تماثل تباين، هي علاقة التوافق. خاطر مي تفض اثنين اثنين هي داخلة في 4 تكشم ذي 4 انتجري تكشم ذي 6 صح؟ صافي يا 4 كل 6 ماشي عدد فردي عدد زوجي. لو كان عدد فردي عدد زوجي نقولوا علاقة تباين. علاقة التباين تقتضي ضرب هذا في هذا، ولكن هي علاقة التوافق معنى الوفق بينهما هو 2. بهذه الطريقة نأخذ 4 مثلا 4 هذه 4 ديفيزي على 2 يساوي 2. الناتج في 6 فوا 6 يساوي 12. نغ العكس 6 مقسوم على 2 يساوي 3 في 4 يساوي 12. يعني مقام الكسر الأول مقسوم على الوفق والناتج مضروب في مقام الكسر الثاني، أو العكس مقام الكسر الثاني مقسوم على الوفق والناتج مضروب في مقام الكسر الأول. معنى النتيجة هي 12. هاتها 12 دوز 12 ذا قلنا ألف ميم أصل المسألة. الربع نتاع 12 كام؟ 3. هذا ذاك 3. النصف نتاع 12 كام؟ يساوي 6.
السدس نتاع 12 يساوي كام؟ يساوي 2. 3 زائد 6 زائد 2 أشو دي يقولان؟ 1. خاطر الأخ الشقيق يجي الباقي ذاكي أي غير نساع المشكلة المسألة ردية ذاكي اللي غندير الرد الآن يشرح بطرق علمية دقيقة في الوقت المناسب. ذاكي نوفا 3 زائد 4 زائد 12 يساوي 19. صافي نساع بروبليم 5 أي غير نساع خاطر ولاش عاصب ذاكي ونسعى على المشكل ذاكي الى العاصبه يدي قران اثيوي شغل ما كنت يخدم لاشين ذا نقارو اكينين كيني يندي قرنا ثويل ارث الباقي. هذا مات عن زوجه مثلا مثلا الأب يعني جداس باباس جداس يماس وتركت بنت ابن وتركت أخت شقيقة وأخ لأب. تجي مسألة رقم 3. يموت يجاد تمطوثيس يجاد يماس يجاد يماس قماس يجاد يماس مبافاس يجاد يليس نميس يجاد ولتماس تشقيق يجاد قماس سباباس. يلا انزوير ديال الزوجة ان ويتيام لوجود بنت الابن ماشي لما ذي يليس كان خاطي لو كلمة نقار فرع وارث يعني أخلاف أخلاف لا إما ذميس إما ذيليس إما ذيليس نميس إما ذيليس نميس. الأم ترث السدس. لماذا؟ لسببين لا نسى السبات. السبب الأول لوجود الفرع الوارث مثل لا يلي سنميس بوين يموثا. والسبب الثاني لوجود جمع من الإخوة أو الأخوات. قلنا إما يكون من نوع واحد ولا يكون مختلطين. مادام مثل الأخت الشقيقة والتماس تشقيق أكد يماس فافاس غاس بعد يماس شقيق يماس فافاس ولكن طبعا هما إخوة جهة واحدة ولكن يختلفان في قوة القرابة. ولكن ذاكي سبب باش الأم تساوي 6 انسيزيام. الأم يماس قماس الأب يماس مبافاس يعني جيداس ستيس نص أي انت دبوي غير سناث باش دينير لو كان فافاسي قلان ذاكي هذه حجف كان يماس. ولكن مادام تيمات الا ذا السر نظن اتحجفها وكثي جداثين ياك مثل لا في يمات في جداثين اسمح ورورث نتالا إسناث ولاش أسنت نكتبها أدنيني ميم حا ميم حا أشو المعنى محجوبة حجبة حرمان حروف مزورة كان محجوبة حجبة حرمان يعني توحجب يعني وتساوي يا والو لا ترث شيئا في قلت جداثين ثلاثيمات لأنه كما شرحنا في الدروس الأولى في المجالس الأولى علم الفرائض قلنا من خصائص علم الفرائض مراعاة قوة القرابة. أي واحد منا أتسيلي يماك أتسيلي جداك سيما لا يماك دايما جدا القدر ساعة القدر لا مقارن مثل الميراث لا إذا غلا الأسرار هناك أسرار في علم الفرائض لا يمكن أن تدرك ولا يمكن أن تفهم إلا إذا استوعبنا تفاصيل علم الفرائض وسيأتي بيانها إن شاء الله وقدر
في وقت مناسب. بنت الابن يلي سنميس اش غتورث ذاكي؟ اندمي نصف مباشرة. لو كان ثلا ذاكي اسمي ثلا البنت تبوي النصف، بنت الابن نرناها سان سيزيام باش ناخذ دو تيير. ثورة ولاش البنت ذنتات صافي لو شون ليبر يمانيس نتات. بنت الابن ذنتات وين النصف هذا. نعم، سؤال مهم جدا. اشي قاري غير تساوي مور بافاس اتساوي مور بافاس موت بويارا سالكراديس ذاك حواجه بافاس سالكراديس تبويث الا واندا اتتوحجب ذيناك ثينين كضروحها القانون لا لوا 84 لارتيكل 169 170 171 172 هذيك الشمس بورث التنزيل. كل شيء دقيق. علم الفرائض يحواج لا كونسونطراسيون للطرف. والسؤال ليك مهم، اعطيك الصحه. ذاك حواجه لا نلجا الى تطبيق قواعد الوصيه الواجبه نغ التنزيل مع الخلاف اللي قائم بين المصطلحين الا اذا لم تسعفنا القواعد العاديه للتوريث. الاخت الشقيقه ثوره لا شو ذا غفليس شحال كم ترث الاخت الشقيقه؟ باعين يعني تقول انت ياوي يا اخي مي غاوند. الاخت الشقيقه زائد فرع وارث مؤنث فا واو ميم يساوي اخ شقيق ارثا وحجبا. ترث ما يرثه الاخ الشقيق وتحجب ما يحجبه الاخ الشقيق. مثل الأخت لأب مع وجود الفرع الوارث المؤنث. أخت لأب زائد فا واو ميم يساوي أخ لأب. ترث ما يرثه الأخ لأب وتحجب ما يحجبه الأخ لأب. صافي ذاكي ثغال أماكن الأخ الشقيق ثراد لغة للأخ لأباكي واكي يجمس باباس اش راه يورث؟ أعطيكم الصحة. محجوب حجبة حرمان وثي حجبا بالأخت الشقيقة التي صارت في مقام الأخ الشقيق إرثا وحجبا. المعني الأخت الشقيقة مثل بنت الابن ثغال ما كان ذكما شقيق وما إلا صار ذكما شقيق سيا إجماك سبابك سيا القراد كيف كيفه وقاعدين ذكما ولكن تقولش مخالفا وقاعدين ذكما سباب ذي يما صافي ساعة سين قرابة وقاعدين ذكما سباب صافي الترجيح. أذكركم يكون الترجيح بالجهة إذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة. إذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. صافي وقيد كما كشقيق مقدم على الأخ من جهة الأب. ها ثمت الآن المرحلة ما قبل الأخيرة ألف ميم. ألف ميم يعني أصل مسألة. ذا شو أصل المسألة كي يرستك 8 6 8. ما هي العلاقة بينهما؟ أكو 2. العلاقة بين 2 و6 هي علاقة تداخل وعلاقة تداخل تقتضي أن نأخذ 6. العلاقة بين 2 و8 علاقة تداخل نأخذ أكبر عدد وهو 8 فريق العلاقة يرست 8 هي علاقة وفوق التوافق. معناه ماشي عدد فردي عدد زوجي. لو كان وقيل 6 وقيل 5 ديال 6 في 5 8 وكل 7 8 في 7 يوند الشفع يوند الوتر. لا كلاهما عدد زوجي. نأخذ مقام الكسر الأول اللي هو 8 مقسوم على 2 الوفق يساوي 4 مضروب في 6 4 فوا 6 24 أو 6 مقام الكسر الثاني مقسوم على 2 يساوي 3 مضروب في مقام الكسر الأول 8. صافي دير إما 3 فوا 8 24 نا 4 فوا 6 يساوي 24. معنى أصل المسألة كم شحال؟
24 صحيتو. الثمن 24 3. السدس 24 4. ذاكي ولاش محجوب ذاكي ولاش. النصف 24 12. ثلاث قيمة وكيد غاولاش يقيمة بائع ناقي الأخت الشقيقة ونزرارة. 3 زائد 4 يساوي كام؟ 7 زائد 12 يساوي كام؟ منقوصة من 24 يساوي كام؟ 5. 5 روح الأخت الشقيقة. فرا وحدس ثلاث ديال ليكسبير دور الخبير يطبق هذه الفريضة أما في ثمور ثما في الزمور ثما في زقار أما في المال أما في ذريمن كل شيء. الآن الخاتمة. بعدما تعلمنا التأصيل بجميع الطرق الفرضية العلمية للتأصيل تأصيل المسائل، اليوم أجرينا المسائل التطبيقية. استوعبنا المسائل التطبيقية. إن شاء الله في الدرس القادم ندخلوا في موضوع جديد في المجلس القادم اللي هو تصحيح المسائل. موضوع مهم جدا، لذلك سنشرحه إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله وقدر في مليليث ديال المجلس ديال الدون باش نكمل. ولكن الموضوع نخدم تصحيح المسائل. ما ثرز ما يرزه مذان إذا قضيت وجفر صح، ما ثرز تمثالت إلى قد توجفر أمكث توجفر الطرق. أرى نشرح ديال المجلس القادم ما يرضى ربي. جاء ثلويث ألف مليث والسلام عليكم ورحمة الله.